السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إخواني أخواتي المغاربة من طنجة إلى القويرة والجالية المغربية وأبناء الجالية المغربية خارج الوطن، في أوروبا، في أمريكا، في الخليج العربي، في شمال إفريقيا باستثناء دولة الكبرانات. تحية كبيرة لخوتي وخواتاتي المغاربة أينما كنتم في العالم. كنحيي كذلك الإخوان ديالنا، الأفراد ديال الأسرة ديال القوات المسلحة الملكية والأسرة ديال الدرك الملكي بمختلف الرتب ديالهم، وكذلك المديرية العامة للأمن الوطني والقوات المساعدة. تحية كبيرة لهاد الرجال وهاد النساء اللي ساهرين على الوطن ديالنا الحبيب، على المغرب. وكذلك ما نساوش الحماية المدنية والهلال الأحمر المغربي، لأن هاد الناس هادو راكو شفتوهم خوتي المغاربة، شفتوا الوقفات ديالهم، شفتوا التعامل ديالهم كيفاش تعاملوا في هاد الكارثة ديال اللي وقعت في ديال الفيضانات في المغرب. الحمد لله جميع السكان ديال العرايش، ديال القصر الكبير، وديال جميع المدن الحمد لله توفر لهم القطارات، الحافلات، رجعوا لديورهم بسلام، لان سيدنا رمضان قتلوا 3 ايام ولا 4 ايام. الحمد لله على السلامه ديال خوتنا اللي رجعوا الى الديار ديالهم سالمين الحمد لله. وهذا ما اراد صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله الملك ديالنا، وراه خرج لهم مساعدات اللي باش تساعدهم السكن ديالهم والتجاره ديالهم الحمد لله. الله ينصر سيدنا محمد السادس نصره الله، والله يخلي لنا الرجال والنساء اللي كيخدموا البلاد وواقفين مع الشعب المغربي، لا من المؤسسات العسكريه ولا من الدرك الملكي ولا من القوات المساعده. الحمد لله الشعب المغربي كامل شاف، والعالم كامل شاف، والدول كامله شافت، والمغرب ما طلبش ولا دوله وحده اللي تساعدوا، لان المغرب الحمد لله قادر. وهذا هو الشعب المغربي باش كيموت على سيدنا، وهذا هو باش حنا كنبوسوا اليد ديال سيدنا، نبوسوا له راسو، نبوسوا له يده، حبيبنا ملكنا، نموتوا عليه. حنا ليس كدولة الكبرانات او لا، يعني احنا الحمد لله مغاربه من طنجه للقويره، وكذلك المغاربه اللي عايشين خارج المغرب. خوتي وخواتاتي المغاربه، الان في هذا الفيديو هذا اللي غادي نحط لكم في اليوتيوب، وهو خرج لينا واحد الخائن، واحد السلقوط، واحد ولد الحرام، خرج لينا سميتو الشافعي عبد الله، اللي راه الان كيعيش في البرازيل، اللي خدم واحد الايامات ماشي كثيره بزاف في المؤسسه العسكريه ديالنا، ولكن منين اكتشفوه المسؤولين ديالنا ديال الجيش، اكتشفوه وهو سالوبار، ديغولاس، شفار، حقار، خانز، كيسرق خوتو، كيسرق المواد الغذائيه من الكوزينه باش يبيعها، كيشرب هذيك الاكستازيد، هاد المهلوسات، وهاد يعني الاسره العسكريه ما كيصلحناش بحال هاد الماركه هادي. هاد الماركه هادي ما كتخدمش في الارمي، لأن الأفراد ديال القوات المسلحة الملكية أو الدرك الملكي أو القوات المساعدة أو القوات الأمنية ناس متخلقين، ناس اللي هما متربيين مثقفين، الاحترام المتبادل اللي كيكون ما بين الرجال والنساء، يعني ما ليس خوفا لكن كاحترام ما بعضنا بعض. ما شاء الله راكم شفتوا الحمد لله الرجال ديال الأمن الوطني والجيش الملكي والدرك الملكي والقوات المساعدة كيفاش تعاملوا، كتشوفوهم في الشوارع، كتشوفوهم في الخدمات، كيفاش دايرين بالهنداب ديالهم، باللباس ديالهم، تبارك الله ما شاء الله. لأن هما ولاد المغرب أصلا، هما أبناء ديال المغرب ديالنا. يعني الناس يعني خاصها تعرف وتفهم بأن الحمد لله الآن ولينا كنتنافسوا مع دول عظمى فيما يخص لا التعامل ولا الدراسة ولا اللباس ولا، يعني ولكن هذه المؤسسات هذه اللي راني كنهضر لكم عليهم، وشفتوا حتى الجيش الامريكي من كيكون عندنا في المغرب، في التدريبات في الاسد الافريقي، راكو كتشوفوا نفس الثقافه الحمد لله العلميه، نفس الزي العسكري، جيش مغربي حضاري مثقف. جاء هذا المسخ هذا اللي سميتو عبد الله، جا منين جراو عليه من لارمي،
هرب مشى للبرازيل، كيتحساب له قطع الواد ونشفوا رجليه وغادي يدير ما بغا وغادي يقول ما بغا وغادي يتكلم كيف ما بغا. هنا دار قنوات ديالو في اليوتيوب، دار في التيك توك، دار في الفيسبوك، وبدا كيضرب في المؤسسات ديال الدوله، بدا كيضرب في سيدنا، في الملك ديالنا، القائد القائد الحرب ديالنا، قائد الجيش ديالنا. بدا كيضرب في سيدنا، بدا كيضرب في المؤسسات العسكريه بالنساء ديالها، بالرجال ديالها العسكريين. يعني بشكل عام ولا كيستغل الصفه ديالو لصناعه هذا المحتوى. لكن هذاك الشيء اللي كيعاود كله كذوب، لانه كيستغل العقول ديال المراهقين والمراهقات في ديك القنوات ديالو، وكيستغل العقول الضعيفه من الشباب، والتصرفات ديالو كامله غير التهريج والتخسار ديال الهضره، لانه هو اصلا ما مربيش موسخ ديال الخلا. ومشى لهاد المنصه ديال الكيك. راكم كتعرفوا هاد المنصه ديال الكيك خوتي وخواتاتي المغاربه. هاد المنصه ديال الكيك تيكونوا فيها اغلبيه ديال الشباب والمراهقين، وهو الان ساكن في واحد التشابوله في البرازيل، وعلق الرايه ديال الجزائر، وزاد حداها الرايه ديالنا ديال المغرب، باش يموه المغاربه زعما راني مغربي وهذا زعما بروح وكذا وهذا. وبدا كيروج في مجموعه من الاراء المعاديه للمغرب، والاساءه للمؤسسات العسكريه ديالنا، والسب والشتم والتشهير في رجال الدوله، ولا كيشهر فيهم والقذف فيهم. لان هاد الرجال اللي كانوا ضحاو بالغالي والنفيس على الوطن الحبيب ديالنا، على المغرب وعلى الصحراء المغربيه، بدا كيسب في المغاربه، على الشعب، في الشعب المغربي من حين الى اخر. هنا ولا الموقف ديالو ولا باين من الصحراء المغربيه اللي كما نقولوا ضحاو عليها الرجال. ويعني بكل صراحه انا واحد من هاد الرجال هادو اللي ضحاو على البلاد وضحاو على الصحراء المغربيه. لكن هذا ولد الحرام هذا اللي خرج لينا من الجنب ان شاء الله غادي يطيح في المقله وغادي يتقلى. غادي نوريكم مع من رابط الاتصالات هاد الشمكار هذا، هاد المسخ هذا، كما نقولوا خوتي المغاربه. ومشى يعني كما نقولوا مشى المنصه ديال الكيك، لان الغالبيه في هذه المنصه هذه واحد النسبه كبيره اللي فيها غير من المراهقين وفيها جمهور ناشئ. علاش؟ غير باش يستغل العقول ديالهم، لانه مهرج وكطيح الهضره بزاف، والهضره قبيحه من الحزام لتحت، من قله التربيه ديالو، من قله الاخلاق ديالو اللي ما مربيش عليها. ما كيحترم راسو، ما كيحترم الغير، غير اجي فم وقول. وهاد الذكاء ديالو هو اللي غادي يكون ان شاء الله التهلكه ديالو. ورجع اليوم رجع كيبيع الكلام ديالو للاعداء ديال الوطن. كيبيع لهم هذا الكلام هذا بالهدايا اللي كيتوصل بها من عند الجزائريين ومن عند الخونه بحالو، باش ما يوقفش من هذه الاساءه على المغرب وعلى الرجال ديالها وعلى النساء ديالها. وكيبيع الوهم للجزائريين والمرتزقه بحالو، وكيتهجم على الوطن ديالنا، على المغرب وعلى المغاربه، وكيتهجم على المؤسسات ديال الدوله، وكيستهدف الرجال اللي ضحاو على الوطن، اللي الناس اللي كاين اللي ماتوا في الصحراء المغربيه، كاين اللي تاثروا. وانا واحد من هاد الرجال اللي تبليسيت بثلاثه ديال القرطاسات من اجل بلادي، من اجل الوطن ديالي، وتاثرت اكثر من 20 سنه في السجون ديال الجزائر. لان غادي تعرفوا خوتي والمغاربه لانه الجزائر ديما كترصد على هاد الحالات بحال هاد الماركه هذا، وكيستغلوهم. وكتبقى المخابرات الجزائريه كتبقى كتعطيه واحد المجموعه ديال الاكاذيب باش هو يخرجها بالطريقه ديالو الخاصه كمغربي. واجهزه المخابرات المعاديه ديال المغرب كتعامل معاه بطريقه فنيه،
الطريقه باش كيوصلوا له الفلوس، وهو ديك الهدايا اللي كيرسلوا له فيها مال كثير في ديك الهدايا دي، وباش ما يعيقوش بها المغاربه هنايا. يعني هذا هو الدفع المادي ديالهم اللي كيدفعوا له في هذه الهدايا اللي كتكون كبيره، اللي كيوصلوا له هذا الدعم المادي عبر هذه الهدايا اللي كتكون مبالغ فيها، باش ما تبقاش لا تراس ديالها للمغاربه، باش ما يعيقوش بها. وهنايا باش تبقى المواقف ديالو الحمد لله راه حنا عرفناها دابا باينه على القضايا الوطنيه اللي احنا متاخدين عليها الحمد لله في الوطن ديالنا، من طنجة للقويرة متاخدين عليها واحد الاتحاد ديالنا كشعب مغربي مع الملك ديالنا، مع سيدنا، من طنجة حتى للقويرة، شعبا وقيادة وجيشا وأمنا. يعني الحمد لله اتحاد في الدولة ديالنا ما بين الشعب والملك ديالنا والمؤسسات العسكرية ديالنا. هنا اللي غادي نقول لكم هو كيعمل جاهدا باش الآن يكره الشباب المغربي في الانخراط ديالو في المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو في الدرك الملكي، لأنه هو مشى لهاد المنصة ديال الكيك غير باش يستغل العقول الضعيفة ديال الشباب والمراهقين والجمهور الناشئ، وبدا كيوسخ في العقول ديالهم بواحد نقطة سوداء عن الخدمة العسكرية والأمن، باش يعني يكرههم يعني، وكينشر هذا الشيء في اللايفات. انا غادي نوريكم خوتي وخواتاتي المغاربه، هنا غنوريكم لقطات ديالو مع الربيع الليلي، شوفوا خوتي المغاربه. مرحبا بك وسهلا اخ عبد الله. اهلا بك معك استاذ وتحيه للصحراويين كافه وعامه. اهلا بك. تحيه لكم. معكم عسكري مغربي باش ما يحرفوش العياشه يقول لك حكاده ديالكم. معكم عسكري مغربي. تحياتي من البرازيل على ما تقياك. انا حاليا في البرازيل، حاليا مقيم في البرازيل. تحياتي للصحراوه كاملين، وانتم اللي بدكم تقرير المصير وهذيك بلادكم، وهذا رساله، وهذه رساله للجنود المغاربه. ولا كيقول لهم هذيك بلادكم الصحراء المغربيه اللي ضحوا عليها الرجال وماتوا عليها الرجال وتاثروا عليها الرجال، ولا كيقول لهم هذيك بلادكم. تصنتوا اللي كيعرفوني والعسكر المغاربه كفى من الدفاع المرتزقه على ارض ماشي ارضكم. الا كنتو نتوما كتقولوا انكم مسلمين وكتقولوا انكم كتعرفوا بينكم بالله، راه الاعتداء على ملك الغير راه حرام. حرموا الدين ديالكم، يعني حرموا الدين ديالكم. وكما انا يعني هذا بزاف الناس كيقول لك انك انت مخلص شاد كذا، اللي عطينا ريال هو الاخر يشوهنا وحنا مستعدين للشوه هذاك. هو كيشد الفلوس عبر الهدايا، الفلوس اللي كيشدها من المخابرات والخونه بحالو كيشدها عبر الهدايا اللي كيكون فاتح فيها في اللايفات. كلام الحق ان هذيك المنطقه ديال الصحراويين، وان شاء الله الفرج راه قريب، وحتى الجنود المغاربه راه عقوا دابا، راه كاينين اللي دوموند ليبيراسيون بزاف. يعني هذه معلومات حصريه. هذا باش كيغلط الشباب ديال المغرب، تيغلط الشباب المغربي والمراهقين بان تيقول لهم الجيش المغربي ما فيهش بزاف ديال طلبات المغادره من الجنود، لانه تا هما وعاو الشباب المغربي الان الحمد لله كيتمنى الابواب المؤسسات العسكريه تفتح. الشباب كامل المغربي، الناس في اوروبا، الشباب المغربي في اوروبا، وكيقولوا لنا لو كان تفتح الباب ديال لونغاجمون الحمد لله والله نجيو بلادنا وطننا نضحيو عليه. هذا اش كيقول لهم هذا الموسخ، هذا الخائن هذا. يقول لك حنا على من كندافعوا على واحد المرتزقه اللي عنده القصوره وعنده الفلوس، وزيد وحنا مهجرين تما في الصحراء لا اكل مزيان. العسكري المغربي مسكين كيجيبوا ليه الماء في السيتيرنا فيه الصدا. يعني شوفوا هذا الكذاب، هذا ولد الحرام هذا. يعني هو دابا مع الراضي الليلي، يعني راه تيحكي لنا الراضي الليلي دابا راه صاحبه وراه هو وياه في الخاص، خليه التليفونات في الخاص وكذا، مبادلين الهواتف وهذا، وكيزودوا بكلام كله غير الكذوب، غير تيكذب، ما عنده حتى شي حاجه حقيقيه. يعني لما كنت في الجيش فكانت تصلك معلومات على انه فعلا هناك حرب في الصحراء الغربيه من 13 نوفمبر 2020. كذلك كاينه وكيتم فيها يعني اطلاق النار، ولكن داكشي ما كتفوقوش الصحافه المغربيه، وكيبقاو يحرفوا. وباش كيسقطوا جنود مغاربه ما كيقولوهاش، وباش كيسقطوا كاين قتلى في جنود المغاربه. ضروري كاين قتلى، وكيقول لهم راه ضربات ولفعه
ضرباتو شوفوا هذا ولد الحرام، شو هذا السلقوط هذا، شوفوا هذا ولد الحرام فين وصل، يعني بالذكاء ديالو ديال المجرمين ديال ولاد الحرام. ولا تيكذب وكيقول له كاينه حرب 2020، كاينه حرب والجيش المغربي كيموت. يعني التهريج هذا، التهريج ديالو، يعني كيفاش يعني تعرفها، يعني حالات بالضبط تعرفها. حالات بالضبط باش نسمي لك ما نعرف يعني بالاسماء والكنيه ما لا ماشي نعرف. والله اخوتي المغاربه، هذا لو كان وصل للصحراء، هذا الخائن هذا مزيان الحمد لله عاقت به المؤسسه العسكريه، في ساعه لعبوا به خفيف، في ساعه جراو عليه قالوا له ديجاج. وما هذا لو كان مشى معنا، لو كان مشارك في الصحراء، هذا ما عنده حتى علاقه، ما يعرف لا بوجدور فين جات، ما يعرف لا بوكرع فين جا، ما يعرف لا ام دريقه فين جات، ما يعرف لا امقاله فين جات، ما يعرف حتى وزه. ولكن اللسان ديالو طويل وكيهضر بزاف وكيحاول يجبد هذوك العقول الضعيفه عنده، يجبدهم عنده في اللايفات، هكذا كيتكلم في اللايفات وفي الفيديوهات اللي راه كيحط وتيكذب. سمعوا تيقول لهم كاينه حرب والجيش المغربي كيموت، وهذا هو ما يعرف لا سلاح لا انواع الاسلحه، ما يعرف. ولكن دوك الناس اللي كيجيبوهم دابا راه مؤخرا كيجيبوهم كيقول لك هذا راه ضرباتو عقرب، هذا ضرباتو لفعه، هذوك البليبار كيكونوا ماتوا بالرصاص. ولكن ويقولوا كاع حادثه تصير في مدينه اخرى من غير الصحراء الغربيه. لا تجيبوه لوالديه ملمط بالرايه وكيجيو كيدفنوه مثلا في بني ملال، في بالشاعد، في واتزم، في اي شي حاجه، يعني في شي منطقه، وكيقول لهم مزيان. ولكن خلعوا المخابرات، لان المخابرات لعبوا مع هذاك اللعب. دابا المخابرات المغربيه ديال توعيه الجنود الاحرار، راه المخابرات المغربيه كتلعب غير على المورال. راه شوف راه ما يلقاوش من يشدوك، حتى نديروا لعائلتك، نديروا لوالديك، نديروا لك انت. شوف انت عسكري وفي حرب وعارف. والله اخوتي ما عمر هذا الشيء كاين. انا عسكري مغربي، ضربت تقريبا 10 سنين حرب، ضربت 20 سنه سجن. والله اخوتي المغاربه هادشي اللي تيقول هذا ولد الحرام، هذا الخائن هذا، يعني تيحاول، ولكن هو ما يحرك زغبه في المغاربه، هذا راه ما يحرك والو في المغاربه. سمعوا الناس ظالمين وانت مع الحق، علاش غتخاف؟ ما عندهم ما يديروا. كون كانوا يديروا، كون جابوا البوليسي اللي في سبته حداهم المحتله اللي مشى لهم غير سبته، ما مشى فين. عادي يجيبوك انت اللي في البرازيل، ولا يجيبوك انت اللي في الصبريون، ولا يجيبوك انت البوليسي مشى لهم غير سبته. سمعوا هو دابا تيقول لهم زعما هو راه قطع الواد ونشفو رجليه، قال لهم جابوا حتى اللي في سبته، عادي يجيبوني انا اللي في البرازيل. يعني هو راه صافي، راه عارف على راسو بانه راه ما كاينش اللي يجيبو. هو دابا راه ميقن من نفسه. شو الغلط الوهم ديالو؟ يعني كيقول لهم جيبوا غير هذاك اللي راه في سبته ولا في مليليه ولا في هذا، عادي يجيبوا اللي في البرازيل. يعني هو دابا راه قطع الشك. واش يجيبوا المحتله؟ لكن انت الصحراء كيشد 5400 درهم بحال هكا. اللي شد الفلوس الصحيحه راه هو الكولونيل ولا الكولونيل ماجور، راه هو اللي شد الفلوس الصحيحه. وعلى مستوى التعاطي الحشيش من طرف الجنود، واش هناك انتصار؟ يعني هذه المخدرات كثيره وسط الجيش. هذا ولد الحرام اصلا هو جالو على الخاطر ديالو الراضي الليلي، جالو على الخاطر ديالو، جاب له ربي قرمامه اللي خويلو شي خنشه وغير التهريج، يعني بحالو في الكذوب، بحالو. دابا هو هذا اللي كيقول لهم الجيش فيه الجوع. اجي تشوف في القشالي في المؤسسات العسكريه الحمد لله، الدراري والبنات اللي كيدوزوا التجنيد الاجباري ولا اللي في الميليتير، اللي الماكله ديالهم كي دايره، الطبخ، الطباخه اصلا بالدبلومات في الطبخ الراقي المغربي، كيفاش عايشين. يعني الحمد لله. يعني هذا المسخ هذا الشمكار هذا اللي هو مولف بليكستازيد، مولف بلا دروغ، مولف بالمخدرات، الان كيتحسب له راه منع. داروا التحاليل الجنود. غنوريكم خوتي وخواتاتي المغاربه، غنوريكم ولد الحرام هذا. شوفوا غنوريكم الصوره ديالو. شوفوا خوتي، شوفوا جوج خبزات حداه، شوفوا كي كان داير بعدا، شوفوا وجهه، شوفوا الشفار، شوفوا سلقوط، شوفوا عينيه كي دايرين، الارم يدار فيه الخير. شوفوا جوج خبزات حداه، ضارب بلاطو ديال ليغيم فيرت، ليغيم سيك، ديسير، وشوفوا الخبز حداه الحمد لله. شوفوا على صوره، شوفوا خوتي وخواتاتي، شوفوا الصوره، شوفوا عينيه كي دايرين. هذا كان كيشفر خوتو العسكر، بان له تليفون، مشى للكوزينه، المواد الغذائيه طارت باش يبيعها ويشري هاد المخدرات. فاش عاقت به المؤسسه جراو عليه. غنوريكم واحد التصويره ديالو في البرازيل، في واحد التشابوله
كيفاش داير فاش مشى للبرازيل ما لقى فين يسكن وعاد كيقلب على راسو. ولكن هو هاد الصوره هادي قال لهم هادي في لارمي ملي كنت في الحبس. شوفوا ولد الحرام هاد، شوفوا كي داير المتسكع، شوفوا هذا ولد الحرام كي داير هاد، شوفوا هاد الشمكار هذا، هاد الموسخ اللي ولا كيضرب في دوله، كيضرب في المغرب. شوفوا لارمي كيردوا، شوفوا خوتي، شوفوا لارمي كيردوا، شوفوا ولد الحرام الخائن. هذا هو الخائن اللي شنو قضاو الخونه اللي قبل منه، اشنو داروا دازوا قبل منه في ميريكان، في اوروبا، طفاو تيرميني، طفاو. يعني هنايا خوتي المغاربه، هنا تيضرب في الخراز، كيضرب فيا انا، تيضرب في الخراز، كيحط الفيديوهات باش يطلع القنوات ديالو. مع الاسف الشديد بعض المراهقين والمراهقات وبعض الشباب اللي كيتفرجوا فيه، هذا نورمالمون اتمنى من كل المغاربه هذا منين يطلع لكم اعطيوه الحس، سينيال لي كومونتير، ردوا عليه سينيال لي كومونتير، لانه خائن الوطن وخائن الشعب المغربي، وتيضرب في الوطن وتيضرب في سيدنا وتيضرب في المؤسسات العسكريه. كنتمنى من خوتي في اوروبا وفي المغرب وفين ما كنتوا في ميريكان، خوتي اللي راكم في البرازيل، كنتمنى من الابطال المغاربه، الرجال المغاربه اللي عايشين في البرازيل، وانا نعرف على انه في البرازيل كاينين مغاربه ووطنيين احرار وكيحبوا البلاد، نتمنى من خوتي المغاربه الوطنيين اللي عايشين في البرازيل ديروا له شي تكريم، ديروا له غير شي تكريم زوين، غير شي تكريم زوين، باش يعرف بانه المغرب راه دوله، راه فيها 40 مليون مغربي، فيها 7 المليون الجاليه المغربيه اللي عايشه في اوروبا، عايشه في امريكا اللاتينيه، عايشه في افريقيا، عايشه في ميريكان، عايشه في الخليج العربي. كنتمنى من الخوت والخواتات المغاربه ان شاء الله اللي في البرازيل ولا اللي في الدول المجاوره يديروا له غير شي تكريم، لانه هذا الخائن هذا المسخ، هذا الشمكار هذا اللي كيضرب في الوحده الترابيه المغربيه وكيضرب في الرجال ديال المغرب، كيضرب في المؤسسات العسكريه اللي هي العمود الفقري ديال البلاد ديالنا، ديال المغرب ديالنا. هاد ولد الحرام هذا الان كما قلت لكم راه شكايات موجوده اللي تحط النيابه العامه عليه، لانه دابا كيقول ما عمر المغرب مازال يدخل له، هو برا حتى العائله ديالو، كيقول لهم الا بغيتوا ديروا لهم حتى القرعه يديروهم لهم. يعني باش تعرفوا ولد الحرام نكر حتى والديه اللي ولدوه، نكرهم، نكر الاسره ديالو، نكر والديه، نكر يعني مسخوط الوالدين، شمكار شفار، ما صالح حتى الحاجه، ما صالحش حتى لنفسه، لحياته هو ما صالح لا لحياته، ما صالح للمجتمع المغربي، ما صالح للمؤسسات العسكريه في المغرب، ما صالح حتى الحاجه. سلقوط، شفار، موسخ، فمو خانز، كيفتح اللايفات، كيحط الفيديوهات ديال الرجال اللي ضحاو بالغالي والنفيس. هذا ما يوصلناش حتى للبروتكا اللي كنا نلبسوه في رجلينا، وما عندوش درايه لا بالصحراء المغربيه، وما عندوش درايه لا بالمواقع ديال الصحراء ولا بالحرب، وما يعرف لا سلاح ما يعرف. ولكن شراوه الجزائريين، شراتو المخابرات الجزائريه، راه كيمونوه كيدعموه باش يبقى يضرب في الوطن ديالنا. تحياتي لكم خوتي وخواتاتي المغاربه المتتبعين ديالي، والرجال والنساء المغاربه اللي عايشين في المغرب واللي خارجين من المغرب. تحيه كبيره لرجال الدرك، رجال الامن الوطني، القوات المساعده، القوات المسلحه الملكيه، المتتبعين ديالي، تبارك الله عليكم. هذا ما يحرك فينا والو، هذا ما بغيتش نحطو انايا عندي في القنوات ديالي، لان ما يشرفنيش باش نحطو في القنوات ديالي. تبارك الله عليكم، الله يحفظكم خوتي وخواتاتي المغرب كيبقى شامخا ولو يخرجوا منه الخونه، وهادو هما اللي وصانا عليهم الحسن الثاني رحمه الله عليه، هادو هما اللي يستاهلوا منا 9 ديال الرصاصات، 9 ديال الرصاصات، العدو رصاصه واحده والخائن 9 ديال الرصاصات. حياكم الله، الى حلقه قادمه ان شاء الله.